انا عايزه اوجه رساله شكر لجوز اختي، متشكره ليك جدا ان انت سبتني اتوه في المكان ده. انا مش بره مصر ولا حاجه، انا جوز اختي كان جاي السخنه عنده شغل واخدني معاه، قال لي يلا اتفسحي وسابني هنا. ركبت التلفريك وبتفرج على الجلاله والجبال والبحر كله من فوق، حاجه فوق الوصف، كانك عايشه بره مصر، في لبنان، في دبي، في اوروبا. لا المنظر زي ما انتم شايفين حاجه خياليه. بلدنا حلوه قوي يا جماعه والله بجد. مرشد التلفريك قال لنا ان احنا هنفضل طالعين من سطح البحر لغايه 700 متر فوق. قال لي مده الصعود 20 دقيقه، وقال لي فوق في ممشى وكورنيش الجلاله. منظر الجبال خيالي خيالي. انا كان حظي بقى حلو ان الكابينه اللي انا ركبتها كانت ارضيتها ازاز. لما سالت بقى عرفت ان جبل الجلاله ده مشهور قوي بالرخام، وفي كميه رخام كبيره، وقابلنا عربيات وهي نقله رخام واحنا جايين على الطريق. مبسوطه جدا بس خايفه. وصلنا ومتحمسه جدا ان اشوف الجلاله. يلا بينا. وانا كمان بتمشى في الجلاله لقيت في عائلات بتيجي تركب التلفريك وتيجي تتفرج. بجد حقيقي انا منبهره ان الجمال ده كله في مصر. واحسن حاجه بقى هنا شفتها ان ممكن اي حد يجي، هو مش كومباوند مقفول على ناس معينه بس، في عائلات اهي زي ما انتم شايفين تقدر تيجي تفسح ولادك، تتمشوا، تنزلوا البحر، تركبوا التلفريك، حاجات في منتهى الجمال. وعرفت كمان ان هي مدينه وفيها احياء سكنيه وفيها جامعه كبيره قوي، والجامعه فيها تخصصات مش موجوده غير بره مصر. تعالوا معايا كده، تعالوا بصوا مناظر ما بنشوفهاش غير في صور اليونان. تعالوا بصوا. يونان دي ولا مش يونان؟ بلدنا فيها مدن جميله قوي قوي قوي. نصيحه مني ليكم، وانتوا عارفين نصايح القروب، لو رايح الغردقه او رايح الزعفرانه او رايح السخنه لازم تعدي على الجلاله. انا حبيت الجلاله، حبيتها والله.